ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه بني ادم. انا قررت اتكلم بصوتي اللي رايح ومخنف عشان ما اغيبش عنكم الاربع اللي انتوا بتستنوه، عشان ما اغيبش عن كل طبق بيتاكل وانتوا بتتفرجوا عليا. كل دي تضحيه عشانكم وعشان احنا وصلنا 10000 سبسكرايبر. شكرا. انا مش عارف اقول ايه يعني، بس انا حبيت اشكركم وخلاص يعني. بس انتوا عارفين اللي فيها. احيانا بيجي عليك وقت كده بالليل تفتح يوتيوب، تقعد تقلب شويه، بتكتشف شويه اخبار عن فنانين انت متاكد ان هي ما حصلتش، بس انت بتفتحها وبتشوف الاخبار دي بتقول ايه. فعشان كده نزلت لكم ستوري على الانستجرام، قلت لكم فيها تبعتوا لي اخبار فنانين على اليوتيوب اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. فاخبار الفنانين ايه الدنيا؟ فاجعة كبرى، مصر تفقد نجمتها الأولى الفنانة منة شلبي وداعا. أسطورة الفن أسطورة الفن في الوطن العربي. خبر محزن، سامحوني أرجوكم. وداعا منة شلبي. عايز أقول لكم اللي احنا هنتفرج عليه أصلا هي التايتلز والثامبنيلز بس، يعني بجد والله الفيديو ما بيبقاش مهم، هو الخبر بس هو اللي بيبقى مهم. هو بيحط لك كل حاجة في الصورة، بيحط لك كل حاجة في الاسم، فأنت ما بتحتاجش تفتح، بس مع ذلك الناس بتفتح وبيبقى فيه ملايين على الحاجات دي. ايه الرعب ده؟ الشباك اتفتح. كنت بقول ايه بقى؟ نسوني. طب تعالوا نفتح مع بعض الفيديو ده، تعالوا نشوف بيقولوا ايه. مثلا منة شلبي حصل لها ايه؟ هل منة شلبي ماتت؟ هل منة شلبي مسحت كل بوستاتها على الانستجرام زي ابي يوسف؟ للأسف خبر مؤسف ومحزن جدا. مصر تفقد أهم فنانة فيها. فنان الصور اللي هم بيختاروها عموما معرفش بيوصلوا منها ايه. اكيد في مليون صوره لمنة شلبي غير صورتها وهي بتشرب سيجاره. كبيرة منة شلبي، رحيل النجمة اللي بتحظى بموهبة كبيرة. صدمة كبيرة جدا جدا لمنة شلبي. ايه ده؟ صدمه؟ هي ما ماتتش؟ نشر خبر إحالتها طبعا لمحكمة الجنايات. كانت بتصرخ وبتقول والله أنا آسفة، ما كانش قصدي، ما كنتش عايزة أدخل البلد بالمخدرات. دخلت البلد بالمخدرات؟ انا عايز اعرف اللي بتتكلم دي سمعت الكلام ده ازاي. هل هي الضابط اللي قبض عليها، ولا هي كانت قاعده تحت الترابيزه، ولا هي مثلا تركب مايك لكل فنان فبتعرف هو بيقول ايه؟ بعد ما حست إنها هتتحبس خلاص بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة. وطلعت وقتها أخبار صادمة بتقول إن منة شلبي أغمى عليها وهي في المحكمة، ده خبر صادم جدا. انا اتصدمت 3 مرات وانا بسمع الخبر ده. وكانت عمالة تصرخ، عمالة تعيط، حرام عليك، أنا كنت عايزة بس أظبط دماغي، انا كنت بشرب المخدرات عشان اظبط دماغي. أجيبها علشان تهدي أعصابي أنا وماما. انت بتلبسي امك في الموضوع ليه دلوقتي؟ وكانت بتصرخ وتقول منك لله. عمرو اديب اتدخل يا جدعان، لازم عشان يجيب لك اي مصداقيه لاي موضوع هيتكلموا فيه يحط لك صوره عمرو اديب وهو بيعمل ستيتمنت، بيعمل اللي هو او بيزعق مثلا. وتقول منك لله يا شيرين يا عبد الوهاب، هي اللي دخلتني السكة دي، احبسوها هي، اشمعنى أنا. يا منة شلبي يا سنيتش. هو انا ليه صدقت الحاجات دي مش حقيقيه؟ انتشرت وقتها ان الديلر اللي منة شلبي بتجيب منه هو نفس الديلر بتاع شيرين واحسام حبيب. تبقى اخت ممثلة مشهورة جدا جدا. ترى مين واحده تبقى اخت ممثله مشهوره جدا جدا؟ اخت الدنيا سمير غانم؟ هل ايمي سمير غانم ديلر؟ والمحكمة قضت بحبسها سنة مع ايقاف التنفيذ وغرامة 10,000 جنيه. لا ثانيه بقى، يعني هي اللي بتتاجر في المخدرات خرجت بكفالة 10,000 جنيه، واللي كانت بتتعاطى مخدرات خرجت بكفالة 50,000 جنيه. ده هل ده عشان هي منة شلبي وبتكسب فلوس؟ حد يفهمني. لكنها اتفاجئت انها منبوذة ومحدش عايز يتعامل معاها. كانت داخلة تصوير فيلم الروبي، اتفاجئت ان المخرج اعتذر لها واستبعدها عن الفيلم وجاب ممثلة تانية غيرها. روح لشيرين بقى، خليها تنفعك. فاكس يا جماعة، انا هروح خبر تاني. شاهد منى زكي الجذابة كان تكشف عن وشمها السري بعد فضيحتها في أصحاب ولا أعز وسط صدمة من الجميع. أنا عايز أعرف هو إزاي حد ممكن يتفضح في فيلم هو ممثل فيه. والثامنيل طبعا زي ما قلت لكم عمرو أديب دور مهم جدا، دور مقنع جدا. إن هو بس جايب لك وهو بيزعق ويقول لها الوشم في مكان صعب قوي يا منى، وهي بتقول له أعمل إيه؟ جسمي حلو يا عمرو. إيه الموسيقى الشعرية دي؟ شاهد منى زكي الجذابة في مهرجان كان تكشف عن وشمها السري بعد فضيحتها في أصحاب ولا أعز. بتقرا اسم الفيديو؟ فستان منى زكي يتصدر محركات البحث كشف عن وشم بالظهر، وأصبح فستان منى زكي محور أحاديث كثير من رواد السوشيال ميديا. انا عايز اعرف في حاجه برضو بيتكلموا فيها دايما، مش في الاخبار بس، في التلفزيون وفي الموبايلات وفي كل حاجه. يعني ايه رواد السوشيال ميديا؟ مين دول؟ عايز اعرف رائد فيهم، عايز اشوف مين رواد السوشيال ميديا اللي بيتكلموا عن فستان منى زكي وبيتكلموا عن وشمها السري. لو بعد اذنكم حد من رواد السوشيال ميديا بس يجي لي هنا، يجي لي بس اتكلم معاه كلمتين. صدارة محركات البحث لإطلالاتهم الملفتة للنظر، مكشوف من الظهر
واظهر معه تاتو تاتو الوشم السري ده مش حاجه انا مهتم بيها، معرفش يعني دخلت الفيديو، اسف يا جماعه، بس هو اسم الفيديو شدني بصراحه. أعلنت إلحادها لقاء الخميسي، تعلن تغيير دينها من الإسلام إلى دين جديد، ورد قوي من الفنانة عبلة كامل. إيه علاقة عبلة كامل؟ هل هي أم الوسط الفني؟ ليه مش الدكتور أشرف زكي مثلا نقيب الفنانين؟ يعني على الأقل واحد ليه سلطة في الموضوع، لكن عبلة كامل ما أظنش إن هي عندها نت، ما أظنش إن هي تعرف لقاء الخميسي أصلا. غيرت ديني يا جهلة، أنا مش مسلمة. اسمع بقى الرد القوي من عبلة كامل، لمي نفسك يا لقاء عيب. هنا نسمع كتير من الفنانين بيجوا قوي على الدين وشايفين ان ده هيكسبهم شهرة او يمكن ليهم اغراض تانية، والله الماسونية ودت الناس في داهية ببعض التصريحات المستفزة جدا جدا. إيه المستفزة جدا جدا؟ لقاء تقول انتوا ناس جهلة ومتخلفة، انتوا لسه بتفكروا في الدين والكلام الفاضي ده، انتوا لسه بتفكروا في الدين والكلام الفاضي ده؟ الكلام ده ما عادش بياكل عيش. يعني وانا لحد دلوقتي ما عرفتش رد القوي بتاع عبلة كامل بعد اذنك. وكمان رد الفنانة عبلة كامل عليها اللي عجب ناس كتيرة قوي، وقالوا لها ازاي انت تبقي قاعدة في بيتك ما بتشتغليش وتقدمي لنا صورة حسنة وسايبة الاشكال دي هي اللي تطفو على السطح وهي اللي تكون موجودة. مين قال كده؟ مين قارن عبلة كامل بلقاء الخميسي؟ ومين قال ان لقاء الخميسي واخد الضوء من عبلة كامل؟ يعني انا ما شفتش لقاء الخميسي في حته غير راجل وست ستات تقريبا، مش فاكر لها حاجه فعليا، او ان هي تقريبا كانت متجوزه لعيب كوره حاجه كده. ممكن اشوف رد عبلة كامل بس وامشي واتكل على الله. وهل عمرو اديب هيتدخل في الموضوع؟ طيب الفنانة القديرة عبلة كامل لما ايوه، هنا احنا وصلنا هنا خلاص. قالت كفاية تخلف وجهل إلهام، عيب قوي اللي بتروجوله، ثانيه، هي قالت الهام؟ عيب قوي، انتوا للأسف في ناس بتسمعكم. الدنيا وقتها قامت على عبلة كامل، الدنيا قامت على عبلة كامل، بيقولوا لها يا استاذة عبلة دي مش الهام، دي لقاء. يعني مش هيشوف ابنه تاني؟ بكاء ياسر جلال ويعلن اعتزال اخوه رامز جلال نهائيا بعد فقدان بصره واختفائه. يعني هو اتعمى واختفى. اخويا مش هيعمل مقالب تاني، خلاص اعتزل. اخويا اتعمى يا ولاد الكلب. جايبين ياسر جلال وهو بيعيط في مسلسل، ورامز جلال وهو بيدعك عينه في برنامج، اتعمى فشخ. وايه صورة رامز جلال في النص؟ انا هما بجد مسكوا عينه اللي هو بالبنيات عشان خاطر يبينوا ان هو اتعمى. ياسر جلال بيصرخ ويبكي علشان اخوه رامز جلال خلاص بقى اعمى وفقد البصر. رامز جلال كان بيصرخ بسبب دخول مادة حارقة في عينه، كان بيبكي وبيجري حوالين نفسه زي الأطفال، كان بيجري ويقول اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، الحقوني. واخدوه على المستشفى والدكاترة بدأوا يهدوه. طبعا في نفس اللحظة اتصلوا باخوه ياسر جلال علشان يلحقهم على المستشفى، واللي هنعرف الحالة دلوقتي من ياسر جلال نفسه. ممكن بقى اشوف ياسر جلال نفسه وهو بيتكلم عن الموضوع ده، ولا هعرفها حالا منك انتي عارفة من ياسر جلال؟ البنت دي معاها ارقام كل الممثلين. وكان بيبكي جدا جدا لدرجة ان الدكتور قال له ما تعملش في نفسك كده. وبعد كده الدكاترة ادركوا ان في كارثة، لان رامز قال انا فعلا مش شايف اي حاجة. الموضوع للأسف زاد قوي، ومش موضوع قطرة هيحطها في عيونه وخلاص، لأ، للأسف غموا عيونه بشاش. كانت هتبقى جامده فشخ لو الدكتور هو اللي عامل فيه مقلب، ان هو يقول له انا ياسر جلال وحتى ابوك ما تزعل، وحتى ابوك ما تزعل. الكومنتس كلها ناس مصدقه وناس بتدعي له. مين ايتم نيوز؟ وهي ليه مصدر او حد مضمون ان انا اخد منه كل الاخبار؟ دي يوميات عائله شرقيه. ده 380 الف سبسكرايبر. حتى الطفله بتاعت صباح العسل. وصلنا لأهم الأخبار. أخبار الزعيم عادل إمام، الفنان الحائز على جينيس وورلد ريكورد لأكتر مرات مات فيها، لأكتر إشاعات حصلت في الدنيا عليه. وصية الزعيم عادل إمام من داخل المستشفى، وحزن وبكاء ابنه محمد إمام بعد سماعها. أبويا كبر في السن وخرف. وإيه الصورة الكلاسيك طبعا اللي كل الناس عارفاها، احذف كل أفلامي يا محمد، أبويا اتجنن وعقله خف خلاص، ده عقاب ربنا. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. كان نبدأ الفيديو بصورة عمرو أديب. طبعا أنا صدقت، انا كده صدقت خلاص. وعليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين؟ هما بجد حاطين صورته في التجربه الدنماركيه. ايه يا رب تكونوا يا جماعه في صور لعادل امام كده دايما بيفشخوها بالفيس اب بتاع فلتر العواجيز ده، بيحطوا بتاع 3 فلاتر 5 فلاتر على وشه اكتر ما هو عجوز، فاهم؟ بيعجزوه خالص ويحطوا له دقن بيضه اللي هو يخلي عادل امام جثه حرفيا عشان الناس تصدق. خير وصيه الزعيم عادل امام طبعا مؤثره جدا جدا. انت قريتي الوصيه ازاي؟ انت ازاي الوصيه وصلت لك؟ انا ما شفتهاش ومحدش في الدنيا شافها. اكيد انت مش بنت عادل امام.
الكلام. كل الناس اللي ما بتحبوش او انهم بيشمتوا او ان هو فاسق او نشر الفساد اطلعوا بره الفيديو او ادعي له بالشفاء. طب وانت بتنشري ايه؟ انت بتنشري اشاعات وبتنشري حاجات عن الراجل ان هو بيموت، وهتنشري وصيته دلوقتي اللي انا ما اظنش ان هو لو عامل وصيه هينشرها في العامه. العاجل وربنا اللي هيحاسب. يا ريت كل واحد فينا يدعي الخلق للخالق. بالظبط، دي اكتر حاجه المفروض تقوليها لنفسك. دي حتى ما بتنزليش اخبار عنهم، بتخش في حياتهم وتأول الناس كلام وتأول ده وتأول دي والناس بتصدق. ومشكله الناس بتصدق فعلا. انا هروح للوصيه يا جماعه، انا هروح الحته اللي فيها الوصيه عشان انا ما اعرفش ليه اتعصبت. شفنا اخبار كتيره متداوله عن وصيه الفنان عادل امام، بس يا ترى الوصيه دي ممكن تتحقق؟ الله اعلم. طالب الزعيم عادل امام بحذف كل الافلام اللي بتجمعه بالفنانه يسرا والفنانه لبلبه. هي دي انا اول مره اشوف الفيديو ده في حياتي، ولسه واخد بالي ان فعلا احذف كل افلامي اللي مع يسرا ولبلبه. ها، معرفش ليه الاتنين دول بالتحديد. احنا من غير ما نفهم ليه احنا فاهمين ليه، وما اظنش ان هو لو هيعمل حاجه زي دي هيمسح برضو افلام يسرا ولبلبه بس، وهو مش المالك الوحيد ليه. انا بحب كل صور عادل امام. انا بجد مستمتع بالسلايد شو بتاع الصور. كل صور عادل امام بتقول حاجه، حتى لو صوره عادل امام عادي عامل كده مثلا، هو قال حاجه في الصوره دي. لكن لو هو هيقدر يشتغل انا هريح لي حبتين. كمان. الجزء الثاني من الوصية بتاعته ان هو اوصى بالتبرع بجزء من املاكه لمستشفى سرطان الاطفال. هي بجد جابت الكلام ده منين؟ الكلام ده خطر يا جدعان. مفيش حاجه اسمها الوصيه تنزل على الملأ كده او ان حد يعرف الوصيه دي بتقول ايه. ايه الرعب ده يا جماعه؟ نخش على الخبر الثاني عشان انا خلاص انا كده عرفت الوصيه. انا ما اعرفش هعمل بيها ايه بس انا عرفتها خلاص. خش عليا بقى بالايديت، خش عليا بالصور المخيفه اللي الاي اي عيط من كتر ما هو كان بيستخدم ان هو يقعد يكرر العجز. شاهد بالفيديو لحظه وصول عادل امام الى عزاء والد دينا الشربيني ورعب دينا بسبب منظره البشع والمخيف. ايه هو مفيش صوت بس ظاهر لي صوره مكتوب فيها من فضلكم اذا كنتم متعاطفين مع دينا الشربيني فلا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو حتى نعلم عدد المتعاطفين. لو انتم متعاطفين معايا ان انا عيان ممكن تدوسوا لايك على الفيديو عشان اعرف بس كام واحد متعاطف معايا. كمان انتوا عارفين ان انا اتنشن سيكر. شاهد لحظة تواجد عادل امام في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني. طب احنا دلوقتي مش في افلام التيك توك، ايه اللي جاب الصوت ده هنا؟ وعزاء والد دينا الشربيني ويودد الله يرحمه. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة. انا اسمها كورة شراب بتتكلم عن عادل امام وشكله المخيف وهو رايح يعزي دينا الشربيني. مساكم الله بالخير. عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط. تتفرج على 20 فيديو سابقين في مبدئيا هم حاطين بتاعت يوتيوب ادز، حاطين بتاعت اعلان اليوتيوب تحت على اليمين، حاطين الثواني وحاطين الشريطه الصفراء اللي تحت. تاني حاجه الخليجي ده ما بيقولش الكلام اللي هو بيتكلم فيه. تالت حاجه ايه ده؟ يعني ايه؟ طيب انا عايز اكسب ايفون دلوقتي، اتفضل قول لي اكسب ازاي الايفون. خير. عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط. تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كورة شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات. ده المفروض كان اعلان على اليوتيوب، فكره روشه عامه. اللي هيخش يتفرج على كل فيديوهاتي ويعمل لايكات على كل فيديوهاتي ويكتب لي تم هعمل سحب على عصير قصب مثلا، مش عارف. شاهد لحظة تواجد عادل امام في عزاء والد الفنانة دينا وريني تواجده اخلص. حرص الفنان عمرو دياب على لا انا ماليش دعوه بعمرو دياب دلوقتي، لو سمحت ارجع لموضوعنا. وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة لموسى. إيه؟ الفيديو خلص وهو بيتكلم، هو راح فين؟ انت ضحكت عليا. الفيديو جاب 6.5 مليون فيوز، 6.5 مليون واحد ما شافش منظر عادل امام المرعب وهو دخل على دينا الشربيني. شاهد بالفيديو عادل امام يقتحم عزاء والدة احمد شيبة وينهار امك كانت غالية عليا يا شيبة، وشيبة يطرد. دي الصورة بجد، دي الصورة بتاعت عادل امام وهو في عزاء احمد شيبة. ده ما اظنش ان ده شكل حد يقدر يقتحم مكان، اظن ان هو لو مشي خطوتين خلاص. طب ما زي الفل اهو بيشرب سيجاره والدنيا تمام. ايه بقى وشوش العجز والحاجات دي؟ وفين احمد شيبة؟ ما اظنش ان دول حضور عزاء احمد شيبة، ما اظنش. لقيت فيديو تاني في نفس العزاء بسبب عملية تجميل في انفه طرد محمد رمضان من عزاء والدة المطرب احمد شيبة. اطلع بره يا بلطجي مناخيرك باظت. ودي الصورة. اظن طرده عشان كان الناس كلها بتضحك في العزاء اكيد. احمد شيبة بجد طرد 2 لحد دلوقتي، طرد عادل امام وطرد محمد رمضان من عزاء. واحد دخل قال له امك كانت غاليه عندي، والتاني دخل ما عملش حاجه، التاني دخل بمناخيره بجد، داخل مناخيره كبيره مش اكتر. هل في دور سيلكشن على عزاء احمد شيبة بجد؟ انا مش عايز اشوف اخبار تاني بصراحه، كفايه عليا قوي الاخبار اللي احنا شفناها دي. انا بس حبيت اوريكم ظاهره الاشاعات عموما او اخبار الفنانين اللي هي ما حصلتش. ما اعرفش بصراحه ازاي يوتيوب بيعدي الحاجات دي، او ازاي الممثلين عموما ما يرفعوش قضايا على التشانلز دي. انتوا بتنشروا اخبار غلط
وفي ملايين بيصدقوها. ولكن على الناحيه التانيه الصور دي بتضحك فعلا، والاخبار مضحكه، والفيديوهات اللي جوه انت بتفهمش حاجه، انت بتفهمش حاجه من اللي بتتقال، عشان هو بيبقى التارجت بتاعهم كله في اسم الفيديو والصوره، اللي هم اصلا بيبقوا صور متدمره، صور بيحاولوا يفعصوها على قد ما بيقدروا عشان خاطر تصدق المفروض. وما انكرش انا شفت في الكومنتات عند كل الفيديوهات الناس مصدقه فعلا، بس مش مهم. احنا قلنا نعمل فيديو خفيف كده. اكتشفت من الفيديو اللي فات ان انتوا بتعرفوا تعملوا لايكات اهو، يعني احنا حلوين اهو بنعرف نعمل لايكات، فالحين تحرجوني بس على الفاضي. فانا مش عايز اقل من 1000 لايك عندي او 2000 بعد اذنكم. فلايك لو الفيديو عجبك، دوس سبسكرايب، اعمل لي فولو على الانستجرام، لان انا بنزل حاجات مهمه والله على الانستجرام. اشوفكم الاربع الجاي فيديو جديد. ما اعرفش يا جماعه انا فاشل في الاوتروز، انا ما بعرفش يتقال ايه، بس اهو يعني الفيديو خلص خلاص. اظن احنا مش عايزين حاجه من بعض دلوقتي. السلام عليكم.